الذاتي، وما هو طبيعة هذا الحكم الذاتي دكتور؟ الحكم الذاتي أصلا في طبيعته هو يمنح لإقليم أو دولة تخضع لدولة أو دولة مهيمنة على أخرى. يفترض أن الحكم الذاتي يمنح المنطقة إدارة شؤونها الداخلية وأن تتمتع بسيطرة محلية على الشؤون الثقافية والاقتصادية والدينية، وهو في كل الأحوال يعد خطوة أولى نحو الاستقلال الكامل حينما يتمكن من استعادة السيطرة على الشؤون الخارجية. الإقليم منح الحكم الذاتي بالتحديد في 1/10/1955، إلا أن هذا الحكم الذاتي حكم سوري، وحسب النصوص الدستورية التي تتناقض مع نفسها يمكن ملاحظة العديد من الثغرات في هذا الحكم الذاتي. مثلا أن الحكم الذاتي إذا ما ذكرنا بعض المواد، أن قانون مادة 17 من قانون الحكم الذاتي أن رئيس الإقليم يكون من الأقلية نفسها، وباقي مواقع الإدارة عند الإمكان يتولاها أشخاص من القومية نفسها ومن القلات الأخرى. فنقطة عند الإمكان تمنح الإدارة الصينية الفرصة. على ذكر الأعراق دكتور، وسائر الأخي على ذكر الأعراق دكتور، طبعا العرق الإيغوري هو العرق المسلم والذي كان يمثل غالبية سكان هذا الإقليم بشكل ساحق، لكن حدثت تغييرات واضحة طوال هذه السنوات منذ عام 49 وحتى اليوم. الآن سنعرض لجدول ربما تشاهده معنا دكتور ويشاهده أيضا الإخوة المشاهدون، يفصل في الأعراق الموجودة في هذا الإقليم، وأيضا عملية التراجع والزيادة في بعض الأعراق. العرق الهان هو العرق الصيني، والإيغور هو العرق التركي المسلم الموجود في الإقليم، كان يمثل نسبة 75% في عام 49 مقابل 6.7% للهان. هذا الأمر تغير بشكل كبير في عام 2000 حسب آخر إحصاء رسمي، 46% للإيغور و39.2% للهان. ما الذي حدث دكتور ديموغرافيا، عملية الأرقام وتباينها عرقيا في هذا الإقليم، ما الذي حدث بالضبط كي تختل هذه النسب؟ بدخول الحكم الشيوعي إلى تركستان الشرقية تمت محاولات كبيرة لنقل عرق الهان وهو العرق الأساسي داخل الصين إلى منطقة تركستان الشرقية لتغيير التركيبة الديموغرافية داخل تركستان الشرقية لأسباب كثيرة. تريد الصين استمرار سيطرتها على الإقليم. هناك أعداد كبيرة دخلت تركستان الشرقية منذ الغزو الشيوعي وحتى الآن، وتذكر تقارير مثلا مثل تقارير منظمة العفو الدولية وتقارير الخارجية الأمريكية عن تحرك عشرات الآلاف تصل إلى 250,000 سنويا إلى داخل تركستان الشرقية. المهاجرون الآن في تركستان الشرقية يحصلون على أفضل فرص العمل، وأصبحوا أغلبية في مناطق كثيرة مثل مناطق أورومجيا وفي مناطق المدن الصناعية وفي مناطق استخراج الخامات الرئيسية مثل الغاز والنفط وسائر الثروات داخل تركستان الشرقية. المشكلة أن الإحصائيات الصينية لا تذكر الحقيقة كاملة. هناك أعداد كثيرة غير مدرجة داخل الإحصائيات الصينية. مثلا هناك ما يقرب من 6.5 مليون من الهان من المحتمل أنهم غير مدرجون داخل الإحصائيات الصينية، تقريبا يعملون في البنجتوان أو فرق الإنتاج والبناء داخل الصين، الشرطة الصينية، الجيش الصيني، الذين يعملون في مناطق استخراج الثروات. هذه الأمور غير واضحة في الإحصائيات الصينية، كما أن الإحصائيات الصينية أيضا تميل إلى تقليل نسبة المسلمين الأتراك عموما بصفة عامة. هنا سؤال دكتور، أنت كرمت دكتور عز الدين، سؤال فقط، هل الإيغور هم فقط العرق المسلم الوحيد في هذا الإقليم أم هناك أعراق أخرى مسلمة من غير الإيغور؟ أولا أود تصحيح لفظة الإيغور. الإيغور هي تنطق الأويغور، هذا النطق الصحيح لها كالنطق في اللغة الأويغورية ونطقها في الترجمة العربية. أما إيغور فهذه الترجمة الإنجليزية لللفظ.
الأعراق الموجودة داخل تركستان الشرقية، الأعراق المسلمة بالأساس هي الأعراق التركية، وهي الإيغور والقازاق والقرغيز والطاجيك والأوزبك والتتار، وهؤلاء الأعراق التركية أو القوميات التركية الموجودة داخل تركستان، وهم أصل واحد وليسوا أعراق متعددة، يعني قبائل داخل العرق التركي نفسه. أما العنصر الوافد الغريب أو الوافد إلى تركستان الشرقية هو عرق الهان، والذي يمثل الآن تقريبا الأغلبية. حسب آخر إحصاء أقول لك الإيغور الآن في العام 2009 حسب الإحصاء الصيني 8,399,000 نسمة، والباقي بنسبة 41.8%. طيب دكتور، والباقي دكتور استسمحك دكتور، حتى فقط يعني ربما لا ندخل مع المشاهد معنا في متاهات رقمية كثيرة، هل هناك مسلمون في الصين في شينجيانغ أو في غيرها من غير الإيغور، وما هو حالهم؟ نعم، في داخل الصين يوجد القومية الأساسية للمسلمين هناك، وهي قومية الهوي أو ما يطلق عليه قومية خوي، وهذه تنتشر في مناطق شرق وجنوب الصين وفي وسط الصين الأصلية وليس الصين الخارجية، حيث أن تركستان الشرقية تعتبر في الصين الخارجية، أعني أن الصين الداخلية البلاد التي خلف سور الصين العظيم. هذه القومية بالأساس نتاج تصاهر الأعراق المسلمة والتجار المسلمين الذين دخلوا في التجارة وفي الغزو مع الجيش المغولي ومع سائر التحركات الإسلامية داخل الصين، ومصاهرتهم لعرق الهان نتج عنهم ما سمي الآن بقومية هوي، ويقدر تعدادها الصينيون الآن بحوالي 20 مليون نسمة، ولها ولاية ذات حكم ذاتي. يتعرضون يا دكتور غيشيا، يتعرضون لما يتعرض له الإيغور أم لهم وضع لهم أفضلية في الصين في تعامل السلطات الصينية معهم؟ لا، هم يعاملون معاملة عادية جدا، ومسموح لهم إلى حد كبير بممارسة عبادتهم وممارسة مشاعرهم وممارسة مفردات ثقافتهم بصفة عامة. هذا دكتور مسموح لها وبهم هذا يطرح تساؤل ولا يتعرضون للاضطهاد وغير ذلك. طيب يطرح تساؤل مهم ورئيسي في العالم الإسلامي أو في الأشخاص الذين يتحمسون ربما في تعاطفهم مع الشعب الإيغوري ومع ما يحدث في شينجيانغ. يقول لك أحدهم إن هؤلاء انفصاليون، الإيغوريين انفصاليون، وبالتالي ربما يكون هذا مبرر لتعامل السلطات الصينية معهم بهذه الطريقة، أي أن التعامل الصيني مع هذا الأمر تعامل سياسي وليس تعامل ديني، والدليل أن الهوي من المسلمين لا يتعرضون لما يتعرض له الشعب الإيغوري. أستاذي العزيز، الأتراك والإيغور بصفة خاصة في تركستان الشرقية يتعرضون لمحاولة محو ثقافي وإذابة شخصيتهم والقضاء على هويتهم الدينية وثقافاتهم بصفة عامة، ويعانون من أوضاع اقتصادية سيئة، يعني من أوضاع اجتماعية سيئة. أقول لك أن لجنة إزالة التمييز والعنصرية في الأمم المتحدة في العام 96 أشارت إلى أنه هناك ما يقدر بأن 80% من الشعب التركي في تركستان الشرقية تحت خط الفقر. كيف نفسر ما تقوم به الصين من منح الوظائف ومنح فرص العمل كلها ومنح الثروات إلى الهان، بينما يتسول في داخل تركستان وخارج تركستان؟ كيف نفسر عملية التهجير الصيني إلى داخل الإقليم بدعوى أن الإقليم يحتاج للعمل، في حين أن هناك تقارير تقول أن أنه يتم نقل آلاف من الأيغوريون والأيغوريات بصفة عامة أو بصفة خاصة إلى داخل الصين. طيب. أذكر مثلا تقرير العفو الدولي العام 2008 وهو من الأمور المثيرة للاستياء أن هناك أعداد كبيرة من النساء والشابات والفتيات الأيغوريات قدرت بما يزيد عن 200,000 فتاة أخذت من تركستان ومن مناطق الجنوب بالتحديد
للعمل في المصانع في شرق الصين، وأن ذلك يتم بضغط من السلطات المحلية، وتعاني المهجرات من أوضاع حياتية قاسية ويعملن بأجور متدنية. كيف نفسر ذلك؟ هذا دكتور عز الدين، ملايين هذه فعلا الشرقية للعمل. هذه طبعا ادعاءات كثيرة ولها شواهد يعني من قبل الإيغوريين، وكذلك أكدتها منظمة العفو الدولية كما ذكرت في تقرير مفصل عن حالة الشعب الإيغوري. أنت بحكم اطلاعك الكبير على هذه التجربة وعلى هذا الشعب وهذه الثقافة، ماذا عن واقع التعليم